السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. هنعمل ايه النهاردة يا بنات؟ هنعمل حبة مسجع حلوة، ومعاها كمان وصفة تانية فلفل محشي. بما ان برضو لسه احنا في اخر الشهر طبعا، يعني تغيير. اتغدينا النهاردة والحمد لله، اللهم لك الحمد. عملنا مسجعة طبعا، وعملنا فلفل محشي، والحمد لله. شكر وفضل من ربنا، الحمد لله. هنا حطيت معلقة زيت كبيرة، ودجيت الثوم طبعا بالملح، ونزلت عليها بالزيت بشوح فيها تاخد لون ذهبي. وهنزل بالطماطم اللي انا فرماها. زي ما شفت اول فيديو يا بنات، تجهزي حاجتك بتكون كل حاجة سهلة. يعني انا غسلت الفلفل وقطعته، وقشرت البتنجان ونقعته في ملح ومية، وفرمت الطماطم ودجيت التوم، وحطيت كل حاجة جنبي عشان يسهل عليكي اي وصفة تجهزي او تحضري الحاجة بتاعتها، هتلاقيها معاكي بسم الله ما شاء الله خلصتي في سرعة الثروة. هنا كانت التومة خدت اللون الدهبي، نزلت عليها بالطماطم اللي انا فرماها، ونزلت عليها بالملح بتاعها، وهسيبها كده مع نفسها هتتسبك. زي ما قلت لكم تحضروا حاجتكم جنبكم ان شاء الله، كل حاجة هتبقى سهلة وميسرة باذن الله. آه يعني كده انا حطيت كده وظبطت الملح، وهسيب الطماطم تتسبك معايا. هنا حطيت طاسة على النار، وحطيت الزيت، وهنزل بالبتنجان مرة واحدة. وهسيبه اول ما يتحمر كده وياخد اللون بتاعه، هنطلعه مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا جماعة بالله عليكم، اللي شاهد الفيديو يحط لي اللايك. يعني مش عارفة، يعني اجبروا بخاطر، يعني جبر الخاطر على الله. ربنا بيجبر بخاطر عباده طبعا. اجبروا بخاطر، يعني اللي يحط اللي يشاهد الفيديو يحط له لايك. يا جماعة اللايك بيفرق في الفيديو عشان يترفع معانا ان شاء الله، ونكمل مع بعض الوصفات ان شاء الله بإذن الله. شجعوني كده ونعمل حاجات حلوة، وحاجات حلوة كده للشتاء ان شاء الله. ما داخلين على الشتاء تدفينا، وروائح الشتاء هلت علينا ان شاء الله كده. نعمل حاجات طبعا المحشي وكل انواعه مش هيخلى في الشتاء يا جماعة. انا عن نفسي المحشي ده على طول بكل انواعه بعمله. هنا كان البتنجان معي اتحمر، بصوا بوريلكم زي الزبدة بسم الله ما شاء الله. طلعته وحطيت الفلفل كمان اتحمر معانا. وبعد كده هنشوف الطماطم لو اتسبكت هننزل عليها بالفلفل. هنا كانت الطماطم بصوا هتتسبك، بصوا كانت الصينية ملانة، يعني فضلت تغلي وتسبكت معايا لما ايه خست كده. جلت يعني كده معناها اتسبكت. عشان البنات اللي اول مرة تخش المطبخ تتفرج على الفيديو، يعني لما تتسبك تخلي بتنقص معايا الطماطم كده. كده وصلت للمرحلة اللي انا عايزاها، اتسبكت تسبيكة حلوة جدا. نزلت عليها بالفلفل والبتنجان. وبعد كده برضو هنظبط الحياج بتاعها، هنشوفها لو عايزة ملح هنحط الملح برضو، ونسيبها برضو تاخد غلوتين، وهنطفي عليها النار. وكده عملنا احلى واسهل طريقة مسجعة بلدي يا بنات، تعتمدوها في حياتكم. حلوة جدا جدا، اعملوها بالطريقة دي مش هتندموا بجد. احلى من المسجعة بتاعت اللحمة المفرومة اقسم بالله. يعني انا عملت المسجعة باللحمة المفرومة ما بتستهونيش او بحبها غير اللي هي المسجعة البلدي بتاعتنا كده بالعيش البلدي بتاعنا، او العيش الشمسي طبعا. حاجة كده وهم. كده انا حطيت الملح وبدخل كل المكونات في بعضيها، وهغطي وهسيبها كده معانا تتسبك. تمام تمام. هنعمل كده وصفة الفلفل المحشي. ومش عارفة، يعني في ناس في محتويات بتنزل على القناة كتيرة، ناس بتحب تتفرج عليها، مع ان المحتوى بتاعنا هادف وبيعلم البنات اللي لسه داخلة المطبخ افكار وحاجات واكلات سهلة وبسيطة. مش عارفة، الله المستعان. بالله عليكم شاهدوا الفيديو حطوا لنا اللايك طبعا فضلا وليس امرا، واجبروا
وخاطري جبر الخاطر على الله يا جماعة. هنا كنت فرمت بصلتين في المبشرة وحطيت ملح وحطيتهم على النار عشان اعمل خلطة الفلفل المحشي. يعني حطيت زيت وسمنة، المتاع عندك حطي، عايزة تحطي زيت تمام، عايزة تحطي سمنة بس برضو المتاع عندك. بس الزيت هنا بيدي فلفلة للرز، بيخليه مفلفل وحلو. نزلت بالسمنة والزيت على البصلاية، هشوح فيها لحد بس كده ايه لونها تدبل معايا وتاخد لون ذهبي. يعني ما تطشيها وهي كده لونها ذهبي مش حمرا جدا، عشان ما يكونش معاكي المحشي ممرر، يكون طعمه حلو ومسكر. البصلايه بتاعت المحشي او الطبيخ ما نحمرهاش جامد يا بنات، عشان تدينا تسكيره كده حلوه وما تمررش معانا ويبقى الحاجه لونها غامق. هنا بصوا كده اللون اللي انا عايزاه، هنزل عليها بالطماطم اللي انا ضربها في الخلاط كده، وصلت للون اللي انا عايزاه. فانا عامله يعني مش كميه كبيره عشان ما تتهدرش منا يعني. عملت على كبد الغدا بالظبط، عشان الحاجات البايته اولادي ما بيحبوش ياكلوها، فحرام نرمي الحاجات يعني الاكل والحاجه غاليه. يعني حاولي تعملي تظبطي ايدك على كد افراد اسرتك، وتعملي الحاجه بسم الله ما شاء الله يعني كده على كد الافراد الاسره. انا بعمل كده والله، يعني خلاص ايدي بيجت ميزان، بحط اي نوع اكل بعمل على كد عددنا، عشان ما يفوتش منا الحاجة وتترمي خسارة. هنا بعد ما البصلاية اتسبكت بالطماطم برضو، نزلت بحبة الرز الخضرة دي يا بنات انا مفرزاها برضو، عشان انا بتجيني كمية يعني حلوة، بجيبها كده من بيت عمي حلوة من الارض طازة، عشان حرام ومحدش لاقي خضرة الايام دي، بروح غسلاها ومظبطاها كده وبقصها كده وبكيسها في اكياس، بطلع على طول اقسم بالله زي العسل، بصي كأنها طازة على طول. اللون طبعا انتوا شايفينه لونها حلو واخضر وريحتها كده وطعمها ما بيتغيرش. وهنا حطيت كل حاجتي، هنا طبعا حطيت ملح وفلفل وكمون، ما حطيتش حاجه اكتر من كده. الخضره دي عباره عن كزبره وشبت مع بعض، وحطينا الرز والكمون والفلفل والملح وبس. على كده هقلبهم في بعض وهحشي الفلفل طبعا انا غسلاه وفتحاه، هنحشي على طول. زي ما قلت لكم انا عملت كميه كده صغيره على كدينا على كد الغدا بالظبط. بسم الله ما شاء الله يعني كناها ما فاتش مننا يعني بالهنا والشفا طبعا ليهم، وبالهنا والشفا لكل اللي شاف واللي اكل طبعا. بس هنا كنت حسيت الخضره قليله، هروح حطيت حته تاني وهقلبهم كده مع بعض وبس، وهنحشي على طول. وصفتين سهلين جدا جدا، وعطيتك فكرة برضو لو حابة تعملي اكل لاولادك غدا يعني، وانتي في اخر الشهر، او مش كل يوم لحوم طبعا الناس بتزهق وكده، فحبيت اعمل لكم وصفة دي عشان تستفادوا ونستفاد من بعضين. طبعا كلكم شاطرين وكله بيعرف يعمل محشي ومسجع، بس احنا هدفنا من الموضوع ده ان احنا بنعرف فيه بنات لحد دلوقتي اقسم بالله ما بتعرفش تعمل حاجة في المطبخ، ده هدفنا بس مش اكتر من كده. انا جبت حلة صغيرة كده، حطيت في جعرها كده طماطمتين، هدول الطماطم غالية بس معلش يعني عملتها فرش كده للفلفل عشان ما يلزقش مننا طبعا. وهنا ابتديت احشي الفلفل. سبحان الله يعني بقول لكم ايدي ميزان، اقسم بالله يعني الفلفلات اللي انا عملتهم على قد الرزات بالظبط، ما فاضش مني فلفل ولا فاض مني رز، الحمد لله اللهم لك الحمد يعني. فالواحد الحمد لله يعني من طول وقفته في المطبخ وعندي يعني كده خبرة عالية، يعني ما بشكرش في نفسي بس بعمل الحاجة بمقياس. خلاص عرفت يعني ايه اللي ممكن ده ياخده وايه اللي ده ما ياخدوش، ايدي بقت بميزان، انا ما معايرش اي حاجة اقسم بالله في وصفاتي، ولا عندي ميزان اعاير بيه، ولا بحب اعمل
الموضوع. حتى في الحلويات برضو بعمل كده، يعني بالمقادير، يعني ممكن ابقى عارفه مثلا الكيكه بتاخد مش عارفه قد ايه كده يعني. فالواحد الحمد لله ايده ميزان. كده خلصت انا حشو الفلفل، وهنحط له بقى باقي الحاجات بتاعته. هنا حطيت مرق الدجاج، وهنحط السمنه وهزيده بميه وهولع عليه. وزي ما قلت لكم المحشي يا جماعه اول غلوه ونهدي النار خالص، يسيبه كده مع نفسه يستوي عشان ما يشطش منك ويطلع وحش. فانا بس كنت عايزه والله قلبت الفلفل بعد ما استوى قلبته في الصينيه، وكنت عايزه اوريهولكوا بس المقطع ده ما تصورش. الكاميرا كانت شغاله ومش شغاله، فيعني قلبت بسم الله ما شاء الله. الحله كانت مفيش حاجه يعني لازقه فيها، ويعني ولا في حاجه كده شايطه ولا حاجه، حلو جدا. كده حطيت الملح والمرقة الدجاج والسمنة. طالما انت حطيت مرقة الدجاج تحاولي ما تكتريش الملح عشان المرقة بتكون مالحة. ونزلت بالمية وهحطه على النار يستوي. طبعا البوتاجاز كان متبهدل، بس بعد خلصنا غدا طبعا شطبت المطبخ تشطيب حلو جدا، والبوتاجاز والمواعين، وان شاء الله مبحبش اخلي حاجه. المواعين بتاعت المسجعه كنت باخدها اول باول ورايا على الحوض، عشان انا بحب اخلص الحاجات كده على طول. هنا كان المحشي استوى، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني حلو جدا جدا طعمه فظيع. هنا كنت جلبته، بصوا الجلبة يعني طلع معايا نزل معايا والله العظيم بالمنظر ده وطعمه حلو. ده كان منظر المسجع، بصوا تحفة تفتح النفس والله. يعني جربوها ان شاء الله مش هتندموا. واللي يشوف فيديوهاتي او قناتي يشترك في القناة وشاهد الفيديو يحط لايك واجبروا بخاطرنا بالله عليكم عشان نكمل معانا وصفاتي. وكومنت منكم حلو كده يشجعنا ان شاء الله عشان نكمل مع بعض. هنا بصوا كنت بوريكم بفتح كده صباع فلفل، وبصوا الرز من جوه مفلفل ازاي، والطعم والله العظيم حكاية. جربوها وبالهنا والشفا ليكم ولينا ان شاء الله مش هتندموا. شكرا ليكم، شكرا على اللي متابعني، وشكرا على كل كومنت بيجي، شكرا ليكم.